خلصنا جولتنا في حارة اليهود بعد ما صورنا معبد موسى بن ميمون، فكملنا الجولة ولقينا نفسنا في شارع الحرنفش اللي متفرع من شارع بورسعيد في الجمالية، وتحديدا حارة زويلة، علشان نلاقي نفسنا قدام دير مار جرجس للراهبات. دير مار جرجس اتأسس في القرن ال 12 ميلادي، وترجع أهميته التراثية لزيارة العائلة المقدسة للمكان ده، لأن كان المحطة التانية للعائلة المقدسة بعد المطرية كان المكان ده، وبعدها كملوا لبابليون عن طريق البحر. وكان دير مار جرجس مقر بطريركيا لمدة 357 سنة، وقعد في الدير في حارة زويلة 23 بطريرك، ابتداء من البابا يؤنس الثامن سنة 1303 للبابا متاوس الرابع سنة 1660. وده بقى شكل الدير من جوه. المكان هنا فيه مجسمات لراهبات كبار وليهم تاريخ وتقلهم، ده غير الأباطرة اللي برضو ليهم تاريخ بيتكلم عنهم في كل مرحلة زمنية، ده غير الأماكن المجهزة للصلوات والدروس الدينية. ومن أهم العناصر بقى اللي اتشهرت بيها المنطقة هنا هو وجود بير مية باسم السيدة العذراء مريم. وجنب دير مار جرجس هتلاقي مجمع كنائس زويلة الأثرية، واتسمت بالاسم ده نسبة لقبيلة زويلة المغربية اللي استعان بيها القائد جوهر الصقلي علشان يبني مدينة القاهرة. ولسوء حظنا معرفناش نصور في كنائس زويلة الأثرية لأن كان وقت صلاة ومعرفناش ندخل. ودي بقى كانت جولتنا في دير مار جرجس بحارة زويلة ومجمع كنائس زويلة الأثرية اللي هنحاول نصورها مرة تانية. وجميلة يا بلدي.